تطورات الوضع الميداني في دمشق وهريفها ينضم إلينا رواد الشامي مراسل وكالة سمارت من دمشق. أهلا بك معنا سيد رواد. لو بدأنا باستهداف النظام لعدة مناطق في ريف العاصمة كان أبرزها خان الشيحة، هل من حصيلة لعدد الشهداء والجرحى؟ نعم، حياكم الله. يعني حتى هذه اللحظة لم تصلنا هذه المعلومات بشكل دقيق للغاية بسبب العدد الجرحى الكبير جدا الذي سقط نتيجة هذا القصف الهمجي على هذه البلدة. يعني من وصلت المعلومات إن شاء الله سوف نوردها بالتفصيل. أما يعني إن تحدثنا اليوم عن بلدة المليحة، هذه نعم. البلدة يعني التي دخلت في يومها 81 من عمر هذه الحملة الشرسة للغاية. طبعا القصف جنوني بشتى أنواع الأسلحة منذ هذا الصباح. الطيران الحربي اليوم شن أكثر من 15 غارة جوية حتى هذه اللحظة. طبعا تزامن هذا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء هذه البلدة وفي سماء الغوطاء الشرقية بشكل عام. طبعا يعني أيضا القصف بصواريخ الأرض استمر على هذه البلدة وعلى المزارع الواقع بينها وبين كفر بطنة، ليرتفع العدد إلى 15 صاروخ في هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، ولا نعلم إن كان سيسقط صواريخ في الساعات القليلة القادمة. طبعا يعني القصف أيضا استمر بقذائف مدفعية وبقذائف هاون وقذائف من الدبابات المتواجدة على أطراف هذه البلدة من الجهة الجنوبية على هذه البلدة وعلى مزارعها. نعم أيضا القصف استهدفها من راجمات الصواريخ من مطار المزا العسكري. سيد رواد، لو أيضا تحدثنا يعني أيضا كما عن جبهة ذكرنا. دمشق وخاصة في حي جوبر، حيث كانت هناك معارك بين قوات النظام والثوار، استطاع على إثرها الثوار السيطرة على عدة مراكز لقوات الأسد، هل من تفاصيل أوفى حول هذه الجبهة؟ المسؤولين الإعلاميين في أجناد الشام، في كتائب أو ألوية أجناد الشام، أنهم استطاعوا السيطرة على عدة مباني إضافية في هذا الحي بالتحديد من جهة ساحة العباسيين، ليقتربوا أكثر من نعم. ساحة العباسيين، واستطاعوا قتل عدد من العناصر وتدمير آلية على هذه الجبهة بالتحديد. يعني نريد فقط، يعني أريد أن أنوه إلى القلمون، إلى الريف الشمالي في القلمون اليوم. الثوار يعني هنالك تشكيل جديد، تشكيل غرفة نعم. عمليات مشتركة في القلمون ضمت 27 فصيلا عسكريا مختلفا بدأوا عملهم نعم، اليوم نكتفي في بهذا القدر لضيق الوقت، نناقش هذا الموضوع